بالنسبه لسعيده وعبد الخالق. الناس اللي تيقولوا سعيده حتى هي كاينه تما، وغدا اللي غيكون الفيديو المفاجاه ديال عبد الخالق وعيبان عبد الخالق معاهم، وغتعرفوا عبد الخالق وسعيده راهم مشاو للعمره، والمفاجاه رقم 2 هو عبد الخالق وسعيده. وهنايا بالنسبه لعلي بطبيعه الحال ما نظنش المهم علامة الاستفهام، مستحيل يكون عبد الخالق تما، وبطبيعة الحال ولدو ما يدير شي ستوري وصلهم للمطار ولا غادين ولا طالعين في الطياره. المهم شي حاجه تكون، شي حاجه، شي تصويره، شي حاجه. وحنا عارفين تبارك الله ولاد عبد الخالق، يعني لما حط اشرف يحط حمزه يحط محمد، يعني تبارك الله عندهم يعني هوايه ديال هادشي. وفي نفس الوقت غنهضروا على وصال اللي قال لك الناس ما تفاجئوش وما جاتهمش، يعني قال لك هي مولفه الطير من المقله وجهي في الشقف وما نويناهاش تمشي، وبغينا مرات المرحوم وما بغيناش وصال حيت باسله ولا تدير ديك الضحكه اللي ما خصهاش تبقيها. ايوا حسدتوها حتى بالضحكه ديالها، لا حول ولا قوه الا بالله. وحتى الضحكه حسدتوها فيها، حتى الضحكه حتى الابتسامه حسدتوها فيها. اشنو بقى هنا باش تعرفوا راسكم محسادين ومغيارين وما حاسينش براسكم وتتخرجوها بالعلالي؟ يا ربي السلامه يا ربي. وحنرجع اخوتي بالنسبه لمحمد الازرق والقناه ديالو اللي قال لك المراه يا خوتي صدقت ليه ما هياش المراه، قال لك خرجت عليه المراه صدقت ما تسوى ما تصلح وهي ناري. قال لك محمد الازرق طاح في الفخ ديال مراته ونسابو اللي كرهوه في السوشيال ميديا، كرهوه في السوشيال ميديا. السوشي اخوتي، السوشي ولا الشوشي، المهم كما خرجت قبلوا على اختكم. قال لك كرهاتو، والدري كان عنده طموح، كان عنده افكار، باقي صغير. المهم قال لك المراه ما كاينش شي مراه اللي تبغي ترجع راجلها مشاريان، ولكن هاد الانسانه بالضبط رجعت للزوج ديالها مشاريان وحطماتو، ولا كما تنقولوا رجعته لور وبزاف وغمضات له عينه على السوشيال ميديا. وهادشي ماشي ديال محمد الازرق. محمد الازرق الفكاهه والضحك والنشاط، وكما تنقول واحد الدري اللي ماشي معقد غادي ويضحك، قولها وضحك عليها. ولكن قال لك مراته دمرت له هذيك الفكاهه اللي كانت عنده، واللي كانت كما تنقولوا ديك الطاقه الايجابيه كانت يعطيها للمتابعين وكانت يضحك، ما بقات عنده تحطم. تاني حاجة بصراحة هي ربما غنقولوا نسابو فرضوا عليه، ولكن هو كان عليه يوعى، كان عليه يفطن، كان عليه كما تنقولوا فتح عينه. علاش ما كايناش هذه؟ ما كايناش. انا واحد الراجل عنجوج به مثلا وانا عارفه مثلا تيبيع الطوموبيلات ولا تيبيع ولا عنده حانوت، ومثلا غنشرط عليه ونقول له انا هذاك الحانوت ما بقاش نشوفك فيه، وراه خدمته هذاك، راه خدمته عباد الله، راه الخدمه ديالو، وغنحرمو انا متك الحانوت مثلا حيت انا ما راضيه زعما مثلا انا ما راضيه زعما راجلي عنده حانوت. لا خوتي انا ضد هذه الفكره، بالعكس انت عارفه يعني عنده قناه، يعني بالعكس ما تجوجيش به ملي انت عارفه يعني واحد النهار يقدر يبينك ولا فهمتوني، ما نجوش به. هادشي اللي كاين من حقك، ياك ما فرضش عليك راسو، انت يعني ملي جا خطبك ما قلتيش لا، قلتي وعجبك الحال. وحنا عارفين البنات ديال الدوار اخوتي والله العظيم الا كلشي بقى يحمق على محمد الازرق، وخصوصا ما يعملتك العرس وما يعملتك الجهاز وما يعملتك الهديه، كلشي تيقول يا ريت كون خطبني، يا ريت كون خطبني. اما واحد بنت عماد البقبوقه اتسطات عليه، والله اخوتي الا بحال نتوما شفتوها بعويناتكم بكات دموع، قالت لك هذاك هو الراجل اللي كنت نتمناه، ولكن سي دوماج داتو واحده اخرى. حيت مفهم واعي
قاري مخلق، يعني كل شيء فيه، فهمتوني؟ كل شيء فيه، مربي، مرضي الوالدين، يعني لجميع الوصفات المواصفات الزوينه فيه. وهذا الشيء ماشي حيت انا، حيت حنا شحال من يعني كنا متبعين حنا هاد القناه وعارفين الكاركتير ديال الازرق، عارفينها كي دايره. داكشي علاش نهضروا بهاد الطريقه هادي، ماشي تنجيبوا كما تنقولوا كور واعطي الله عوار، لا، هذه راه حقيقه، هذه راها حقيقه اللي ما يمكنش لك يعني تنكريها، باينه. بالنسبه لواحد الانسانه اللي تنظن راجل هو اللي كتب حيت السميه ديال الراجل. بالنسبه محمد الازرق، عفوا، بالنسبه لولاد وصال راهم كاينين في بني حمد، ممكن، ولكن في نفس الوقت ممكن، المهم غنقول ممكن وفي نفس الوقت غنقول ما يمكنش، بحكم يعني ما كاينش وصال وما كاينش عالي والبنات قاريين، ما يمكنش. عاد قولوا لي دابا العطله، ولكن ما يمكنش يعني البنات غيهبطوا بوحدهم غير مع عمتهم فاطمه وغيجلسوا تما، بحكم يعني عندهم عاوتاني الدوره الثانيه، خاصهم يراجعوا، خاصهم بريباري، وخاصهم يعني انا مليون في المية تنقول محمد علي وسعد كاينين مع عزيزه، محمد علي وسعد كاينين مع عزيزه مع عمتهم حاضياهم. يعني احنا عارفين عزيزه شنقول لكم، يطيحوا ولادها وما يطيحوش ولاد علي، وهذا الشيء ماشي من زمان. نتوما شتو باش تعرفوا وصال عنده واحد الثقه تامه في عزيزه، غير ملي طهرت العايل خلاتو لا باقي خضر ومشات تسارى في افران. واحد لو كومونتير اللي جاني قال لك بقبوقه غير سمعت وصال عاد سافر، ف غير سمعت وصال قالت في الفيديو النهار اللي شرحوا على محمد الازرق، النهار اللي خرجوا خوتي ووضحوا على القضيه ديال الازرق، وقالوا حنا في العطله غنسافروا، البنات خاصهم يسافروا، المهم خصنا نسافروا، البنات بغاو يسافروا. البقبوقه غير سمعت بان وصال يعني باغا تسافر وهي تهز الرحال من بني حمد المرتيل، هزت شليق مينو وزادت على افران، زعما ها انا راني سبقتك. لا 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 لا، المحتوى متكرر، المحتوى متكرر، حيت وصال الا مشات لواحد المدينه ما تعاودش ترجع لها في عامها، سير واحد العامين ولا 3 سنين عاد نتفكروها كما دارت معاك، حيت هي ديجا مشات معاك من تما ما ولاتش مشات، وحسبها من تما لهنا وشوف شحال. ما يمكنش يوصل مشات في شهر واحد، مثلا مشات في شهر 12 وعاد رجع في شهر واحد، ما يمكنش، هذه تتسمى البساله. والمحتوى المتكرر حتى واحد ما تيبغيه، هذه هي الحقيقه. وصال مشات في الطياره، مشات للعمره اللي نتيا ما تقديش ومستحيل تفكري فيها، بلاصكو كان فيكم الربح لانتي ولا حميمو كراكم صيفتو بوشلاقم يطلب السماحه من عند يماه، وصيفطوه يغسل عظيماته، سمعتيني؟ صيفطوه يغسل ذنوبه اللي دار مع الوالدين ديالو. الله يسمح علينا وعليه، هذه هي الحقيقه.